بقى ينفع كده يا مداح؟ أكشن خامس مرة، بقى تاج العلوية اللي بتساعدك، اللي بنقول مفيش أقوى من العلويات، تخلوا الأحمر وبنت إبليس يحرقوها. هو في حاجة اسمها إن سفليات تحرق علويات؟ الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها سفليات تحرق علويات، مستحيل، لا شيء يعلو العلويات. أدم أنت مع الله فأنت الأقوى، وده أنا قلته لكم كتير. مع احترامي لصناع عمل المسلسل، في مغلوطات كتيرة جدا عن الجن العلوي والسفلي، وده أنا قلته في أكتر من فيديو قبل كده، واللي أنا بقوله ده مش هجوم لصناع العمل، ولكن دي حقيقة بني الجان من علوي وسفلي. للأسف الشديد انتوا في المسلسل مش مدين العلويات حقها، ومحسسني ان السفلين دول مفيش أقوى منهم، ومدينهم قيمة أكتر بكتير من اللي هم يستاهلوها. لكن أنا ممكن أخمن تخمين إن ممكن إن تكون الجنية العلوية تاج في مسلسل المداح اللي كانت بتساعد المفروض صابر المداح، ممكن يكون حاجبة. هو ينفع يحجبوا؟ ينفع يحجبوا. قبل كده قلت لكم أي شخص من الأشخاص اللي بيتعامل مع الجن العلوي إذا أخطأ يحجب، ما بالكم بقى لو في خطأ وقع من العلويين نفسهم؟ هم العلويين نفسهم ممكن أصلا يخطئوا؟ مستحيل. عالم الجان فيه قوانين صارمة، ولا أحد يتعدى هذه القوانين. هم غير عندنا تماما، مفيش حاجة اسمها بالحب ويلا مشي ده أصله تبعنا ويعدي، والخطأ عندهم بحساب، واللي بيخطأ بيحجبوه. هل هنا في المسلسل اتحرقت؟ مستحيل إنها تكون اتحرقت، أكيد اتحبست أو اتحجبت عن الخدمة لصابر المداح، لكن اتحرقت. مستحيل سفلي يحرق علوي. أنا بقول هل ممكن خدمة علوية تحجب عن الشخص الروحاني اللي بيتعامل معاهم؟ الشخص الروحاني هو اللي يحجب، يعني الخدمة هي اللي تحجب عنه. أما بقى اللي مدي المعلومات لصناع عمل مسلسل المداح ده، إذا كان فعلا بيفهم عمره ما كان عمل المشهد ده. هو كان خلى المداح هو اللي يخطأ، مش الجن العلوي اللي يفديه بروحه مع السفليين علشان هو يعيش ويكمل. بصراحة ما فيش حاجة اسمها كده في عالم الجان، ولو هنديلهم مبرر فأنا أعتبر إن المسلسل ده فانتازيا، إسقاط على بعض اللي بيحصل في عالم الأرض بتاعت بني آدم. وزي ما هعيد لكم تاني، مفيش سفليات تحجب علويات، مستحيل، ولا حتى تحجب. التخمين بقى اللي أنا بخمنه إن هما بعدوها أو منعوها، أو هي خانت عهد من عهودهم، أو اخترقت القوانين، فالعلويين بنفسهم هم اللي يبعدوها، مش الملوك السفلية. لو العلوي الحاكم الأكبر هو اللي حكم بهذا بناء على اختراق القوانين نقول ماشي، أما بقى إن هم اللي يحجبوها مفيش حاجة كده خالص في عالم الجان. متزعلوش الناس بقى، وبجد بجد بقى ما تخلوناش بقى بجد نزعل. العلويين أقوى بكتير قوي من اللي انتوا بتعملوه ده يا مداح، متزعلوش مني، أنا بكلمكوش انتوا، أنا بكلم اللي كاتب المسلسل. كنت محتاج تطلع أكتر وتقرأ أكتر وأكتر وتسأل الناس اللي عندها علم أكتر وأكتر في العالم ده. ما هو مش كله ضرب. تعالوا نشكر في حاجة، حوار ما بين الفنان أحمد بدير والفنان اللي قصاده، لما بيقلبوا على شخص ما بيعملوا إيه؟ لجان إلكترونية لتشويه وإظهار كل عيوب الشخص اللي الناس بتسمع منه، أو الشخص المتفاعل، زي اللي لو نجح زيادة عن الحد، زي لو ما عملش مثلا مضى عقد من العقود، أو ما سمعش كلامهم، أو ما مشيش على هواهم، فبيقوموا عليه حملة لتشويه صورته والتشكيك فيه، ويخلوا اللي فيه مش فيه، ويدعوا عليه اللي هو ممكن عمره ما يعمله، علشان الناس تبغضه وتشوفه في صورة مش حلوة، فبالتالي ما يبقاش مؤثر زي ما كان مؤثر والناس بتسمع له. هو تشويه صورة الشخص وإظهار عيوبه بالزيادة عن اللازم علشان الناس تبغضه. وبصراحة المشهد ده شابوه لهذا المشهد، لأنه بيحكي واقع حقيقي ومرير. جالي على الجرح قوي أصل هما بيأيدوني في كل صفحاتي، واخدين بالكم انتوا طبعا. جعل تاج، ما أعتقدش إنها اتحرقت،
أكيد أكيد عاملين لكم مفاجأة في آخر المسلسل إنها بس اتحبست، وأول ما صابر المداح يلاقي الصولجان ويموت بنات إبليس هترجع تكتني لصابر وتقوله أنا كان لازم أضحي علشان أنت تعيش. غالبا ده هو ما اللي هيعملوه. محدش بقى يكلمني تاني على أي حاجة خاصة بصبر المداح، لأن هم نفسهم زهقوا مني.